فكر معايا ثانية واحدة بس. الأسد لما بيتحرك في السفانة ذيله بيتحرك معاه. السمكة في المية ذيلها هو اللي بيخليها تتحرك أصلا. حتى كلبك في البيت لما بتيجي من الشغل ذيله بيلف يمين وشمال وهو مبسوط بيك. بس سؤال واحد بسيط بيتسأل نفسه دايما ومحدش بيوقف عنده: ليه الحيوانات عندها ذيل أصلا؟ إيه الفايدة بتاعته؟ هو مجرد زيادة تلحق بآخر الحيوان؟ ولا في قصة كاملة محدش حكالك إياها؟ النهاردة هنكشف الإجابة، وهتعرف حاجات عن الذيل هتفضل فاكرها طول عمرك. خلينا نبدأ بأغرب وظيفة للذيل على الإطلاق. في أمريكا الجنوبية في حيوان اسمه الإبوسوم، نوع من الحيوانات الشبيهة بالجرذان الكبيرة. لما بيجي مفترس يطارده، الإبوسوم بيعمل إيه؟ مش بيجري، مش بيقاتل، بيتظاهر إنه خارج عن الوعي تماما. بيقع على الأرض، بيبطل يتحرك، وبيفضل ساكن زي التمثال. بس إيه اللي بيفضله ثابتا في مكانه؟ ذيله. ذيله الطويل بيلتف في أي حاجة قريبة عشان جسمه ميتزحزحش. الذيل هنا بيلعب دور حرفيا في المشهد الأكثر ذكاء في عالم الحيوانات. بس ده بس مثال واحد. الحيوانات الديل عندها وظايف كتير لحد ما هتقول ما كنتش أتوقع ده خالص. انت عارف ازاي بتمشي من غير ما تفكر؟ جسمك بيبقى في توازن تلقائي. الحيوانات اللي عندها ذيل، الذيل ده هو الميزان بتاعها. القطة مثلا لما بتجري فوق حاجة ضيقة زي سور، ذيلها بيتحرك عكس جسمها في كل خطوة، زي حبال الموازين. لو ذيل القطة اتأذى هتبقى أبطأ وأقل دقة في حركاتها بشكل ملحوظ. بس الأقوى من كده هو الكنجر. الكنجر بيستخدم ذيله كراجل خمسة، مش مجاز، ده وصف علمي حرفي. دراسة نشرتها جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية في مجلة بيولوجي ليترز اكتشفت إن الكنجر لما بيمشي بالبطء ذيله وحده بيولد قوة دفع توازي قوة أرجله الأمامية والخلفية مجتمعين. يعني ذيله يشتغل زي راجل كاملة بمفرده. والديناصورات، العلماء اكتشفوا إن التيركس الضخم كان بيحرك ذيله يمين وشمال عشان يوازن رأسه الكبير وهو ماشي. من غير الذيل ده جسمه كان هينعدم توازنه تماما. انت بتتكلم بلسانك، الحيوانات بتتكلم بذيلها. وده مش مجاز، ده علم حقيقي منشور في مجلات طبية محكمة. الكلب مثلا، دراسة نشرتها مجلة Current Biology سنة 2013 للعالم، جورجيو فالورتيجارا من جامعة ترينتو الإيطالية، اكتشفت إن الكلب لما بيلف ذيله ناحية اليمين معناه بيبقى مبسوط ومرتاح. لما بيلف ناحية الشمال بيبقى توتر أو خوف. مش بس سرعة اللف، حتى الاتجاه بيفرق. والأروع إن نفس الدراسة لقت إن الكلاب اللي بتشوف كلب تاني بيلف ذيله يمين بتبقى هادية ومرتاحة. لما تشوف كلب بيلف شمال نبضها بيزيد وبتحس بضغط. يعني الكلاب بتفهم لغة الديل بتاعت بعضها بدون ما حد علمهم. القطة كمان عندها لغتها. الذيل الواقف للأعلى معناه أنا مبسوط وقادم بسلام. الذيل المتفخ الكبير معناه أنا مش مرتاح. والذيل اللي بيتحرك ببطء ذهابا وإيابة ده معناه أنا مركز وقاعد أتراقب. الأسد بيستخدم ذيله عشان يوجه صغاره. لما بيمشي وذيله واقف لفوق ده إشارة للأشبال إنهم يمشوا وراه. لو الذيل وقع الأشبال بتعرف إنهم يوقفوا. هل أنت عارف إن الديل ممكن يكون أداة دفاع لا يقاوم؟ الثعبان الراتل اللي اسمه راتل سنيك، الجزء الأخير من ديله عبارة عن حلقات جافة بتصدر صوت طرطرة مميز. ده مش زينة، ده إنذار مبكر. حيوان تاني بيتقرب، الراتل بيهز ذيله بسرعة 50 مرة في التانية الواحدة، فيصدر صوت يسمعه الحيوان على بعد أمتار ويبعد على طول. الثعبان ما بيضيعش سمه من غير سبب، بيستخدم ذيله كأول خط تحذير. والعقرب، ذيله هو سلاحه الأساسي. الذيل اللي عنده بيحتوي على غدة السم في طرفه وبيستخدمه للحماية وللصيد. بس الأغرب من ده كله هو أنفذ البحر، اللي بعض أنواعه بيستخدم شوكه اللي زي الديل عشان يثبت نفسه في الشعب المرجانية ضد التيار. وسمكة الستينجري، ذيلها الطويل في طرفه شوكة حادة بتستخدم للحماية. ده حيوان مسالم عايش في القاع، بس ذيله بيقول متلمسنيش. ده اللي هيبهرك أكتر. في حيوانات ذيلها بيشتغل زي إيد كاملة. القردة في أمريكا الجنوبية زي قرد العنكبوت ذيلها قادر يلتف حوالين الفروع بقوة كافية تعلق بيها في الشجرة وهي بتاكل بإيديها الأربعة. يعني ذيلها بقى الإيد الخمسة بتاعتها. الحرباية كمان، ذيل الحرباية بيلتف على الفرع وهي واقفة عشان توفر ثبات وهي بتصطاد بلسانها. الحرباية محتاجة تبقى ثابتة تماما في كل لحظة،
فربنا صمم ذيلها يعمل ده أوتوماتيك. حتى الخيل البحري أو حصان البحر ذيله بيلتف في الأعشاب البحرية عشان ما يجرفوش التيار. ده حيوان ما عندوش زعانف للسباحة السريعة، فالذيل هو الوحيد اللي بيثبته. ده اللي محدش بيتكلم فيه. في بعض الحيوانات الذيل هو المستودع الغذائي بتاعهم. التمساح بيخزن الدهون في ذيله وبيعيش عليها في فترات الجفاف والبرد. العلماء اكتشفوا إن التمساح اللي شايله في ذيله كبير ومملوء، يعني هو في حالة صحية كويسة، لأن ذيله مليان مخزون طاقة. أغربها على الإطلاق السحلية اللي اسمها الجيكو السمين الديل أو فات تيلد جيكو، ديلها بينتفخ ويبقى ضخم زي كيس مملوء. ليه؟ لأنها بتخزن فيه الدهون والماء تماما زي ما الجمل بيخزن في سنامه. اتفرج على ده. السحلية لما حيوان مفترس يمسك ذيلها بتعمل إيه؟ بتسيب ذيلها وتهرب. الذيل بيفضل يتحرك لوحده لبضع ثواني، فالمفترس ينشغل بيه وهي تنجو. وبعدين الذيل بينمو من جديد. ده مش خيال علمي، ده بيحصل في الطبيعة كل يوم. بس اللي اكتشفه العلماء مؤخرا هو إن الديل الجديد مش نفس الديل القديم بالظبط. الديل القديم كان من عظم، الديل الجديد بيبقى من غضروف. يعني الجسم بيعمل نسخة بديلة أسرع لكن أبسط. والأغرب إن العلماء في جامعات أمريكية بيدرسوا ذيل السحلية عشان يفهموا إزاي الجسم بيجدد خلاياه، على أمل إن يوم ما يعرفوا يساعدوا في علاج أمراض الإنسان بنفس المبدأ. يعني ذيل سحلية صغيرة ممكن يكون مفتاح اكتشافات طبية في المستقبل. لازم نتكلم عن الطاووس. الطاووس عنده ذيل، بس مش ذيل عادي. ريشاته الضخمة اللي بيفردها مش للطيران ومش للتوازن، ده عرض كامل بيقدمه عشان يجذب الأنثى. بس في سؤال مثير سأله علماء الأحياء: الذيل الضخم ده بيخلي الطاووس أبطأ وأكتر انكشافا للخطر. يعني ده مش بس زينة، ده تضحية. وهنا جاء العلماء بنظرية ذكية. قالوا إن الأنثى بتختار الطاووس اللي ذيله أكبر وأجمل، لأن معناه إنه رغم الذيل الضخم اللي بيكلفه كتير لسه قادر يعيش ويتحرك ويصيد. يعني الذيل الجميل بيقول: أنا قوي كفاية إني أحمل ذيل ضخم زي ده وأفضل بخير. ده دليل على القوة، مش مجرد جمال. السمكة الأنثى كمان بتختار الذكر بناء على ذيله. بعض أسماك المياه العذبة ذكري عنده ذيل ملون بيميل للأعلى. لما الذيل أكبر وأكثر تألقا الأنثى تختاره أكتر. حتى في قاع المياه الذيل بيلعب دور في الاختيار. قبل ما نختم، في حاجتين ظريفتين محدش بيذكرهم. الثعلب القطبي في الشتاء درجات الحرارة بتنزل ل50 تحت الصفر. إيه اللي بيعمله؟ بيلف ذيله حوالين وشه زي كوفية. الذيل بتاعه ضخم وكتيف بالشعر وبيستخدمه كغطاء للتدفئة. ده مش سلوك متعلم، ده غريزة فيه من أول يوم، لأن ربنا صممه بذيل يناسب بالظبط البيئة اللي هيعيش فيها. والبيفر الأندس ذيله مسطح عريض زي المجداف، بيستخدمه في السباحة وفي إنه يضرب بيه على المية صوت عالي لما يحس بخطر، فالأندسين التاني يسمعوا الصوت ويتحركوا ويهربوا. ذيل واحد بيبقى في نفس الوقت مجداف، طبلة إنذار، وأداة توازن. لما بتبص للحيوان وبتشوف ذيله متشوفوش زيادة. كل ذيل بيحكي قصة حيوان اتصمم لبيئة معينة، لتحديات معينة، لحياة معينة. الذيل القصير معناه حيوان بيعيش في جحر وما يحتاجش مساحة. الذيل الطويل معناه حيوان بيتسلق أو بيركض بسرعة. الذيل الضخم المريش معناه حيوان محتاج يبهر. والذيل اللي بينفصل وبيرجع تاني ده معناه إن الجسم أذكى مما نتخيل وعنده دايما خطة بديلة. وإنت عندك عظمة العصعص في آخر ظهرك، ذكرى صغيرة بتقولك إن الجسم البشري فيه أسرار لسه مش فاهمينها كلها. عندك سؤال: إيه الحيوان اللي ذيله بيبهرك أكتر؟ قولي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ده اشترك في القناة، لأن في فيديوهات جاية هتفضلك بتفكر في حاجات تانية ما كنتش تعرفها. شير الفيديو ده مع حد بيحب الطبيعة والعلم